كولر النهارده استقر على التشكيله وفرج اللعيبه على فيديوهات وعرف كل واحد النقط اللي عايزهم يركزوا عليها. الاهلي مع كولر حقق الفوز بكاس مصر على بيراميدز والسوبر على الزمالك، والدوري اللي احنا فيه ده بفرق كبير ومتصدرين، وان شاء الله الدوري هيكون اهلاوي. ان شاء الله فاضل ال11 تبقى اهلاويه ان شاء الله، ونجيب النجمه ال11. كولر هيلعب بالشناوي في حراسه المرمى، باك يمين محمد هاني، باك شمال علي معلول، قلب الدفاع عبد المنعم ومتولي، وفي خط النص حمدي فتحي، اليو ديانج، مروان عطيه، وتاو الشحات، وفي وسطهم كهربا راس حربه. الاهلي لعب 7 ماتشات بدون خساره، 3 في افريقيا ومباراه كاس مصر، و3 في الدوري. في افريقيا كسب الهلال والرجاء والقطن، وفي كاس مصر كسب بيراميدز، و3 ماتشات في الدوري. ال7 ماتشات الحمد لله كلين شيت. الاهلي هيلبس النهارده طقم احمر في احمر، والرجاء هيلبس الطقم الابيض. رئيس نادي الرجاء اتصل بالكابتن محمود الخطيب يعرف ايه السبب اللي خلاه ما حضرش المباراه. رد كابتن محمود الخطيب عليه لظروف صحيه وتعليمات من الدكاتره ان هو ما يعملش مجهود كبير. ورئيس نادي الرجاء دعا له بالشفاء وقال له ان كل طلبات بعثه النادي الاهلي مجابه في الحال. طمنه وقال له كل حاجه ماشيه زي الفل. كابتن محمود الخطيب رد عليه وقال له العلاقات الطيبه اللي بيننا اهم من البطولات ومن الماتشات ومن كل ده، وان نادي الرجاء اخوه غاليين علينا وعلى قلوبنا، وهيفضل نادي الرجاء والاخوه المغاربه على راسنا من فوق، ويا رب يدوم علينا الحب والود. وقفل معاه رئيس نادي الرجاء اللي بنشكره طبعا. واخيرا يا رب يا علي انصر الاهلي الغالي، اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.